ايه اللي هيحصل لو اختفى 99% من البشر؟ مبدئيا كده احنا بنتكلم عن اختفاء عدد كبير من البشر، يعني اللي هيتبقى في الاخر هم 80 مليون انسان فقط على الكوكب. الموضوع يرعب شوية، بس مفيش داعي، لان المدن الزحمة والصخبة في اصواتها وتحركاتها هتبقى مدن اشباح من هدوءها، والطرق قدامك في السفر هتبقى فاضية ونظيفة. ده غير ان الاحياء والمدن هتبقى هادية جدا. العمر الباقي هيكون زي اجازة مفتوحة للناس اللي فضلت عايشة. ولكن على الناحية التانية هيكون في تحديات المفروض اننا نتعامل معاها، مثلا زي انابيب الغاز المهملة واللي ممكن جدا تسبب حرائق كبيرة وكوارث ضخمة. ده غير ان فضلات المصانع والمواد الكيميائية هتؤدي الى تلوث كبير جدا لو ما خدناش بالنا. ومش عايزين ننسى كمان محطات الطاقة النووية اللي هتبقى مهجورة، وده خطر جدا على البيئة. يمكن المستفيد الأكبر من القصة دي هي الحيوانات، لأنها هتبقى أكثر حرية وهترجع تمسك زمام الأمور من تاني زي قبل قدوم الإنسان. ولكن يمكن في بعض الحيوانات هتتظلم زي الماشية والأغنام اللي مش بتستحمل برودة الجو في بعض المناطق. الوقود المخزن مش هيدوم كتير لأنه من الخامات اللي تفضل البقاء مستقرة، ولكن وسط المشاكل دي والتحديات في على الناحية التانية إيجابيات كتير مش هتتوقعها، لأن الموارد وقتها هتكون كتير جدا، وده زي الطاقة والغذاء والشراب وغيره من الموارد. ده غير ان انقاذ ما تبقى من حيوانات او نباتات هيكون سهل جدا في ظل الهدوء التام دوت. لو افترضنا ان هيتم تقليل نسبة 99% من كل بلد بالتساوي، في بلد زي كوريا الجنوبية تعدادها هيكون نص مليون فقط، وبلد زي البرازيل هيكون تعدادها مليون نسمة فقط هيقضوا على ساحل المحيط الأطلسي. في الظروف دي من العدد القليل من السكان هيكون في توعية أكبر على أهمية الحياة والصحة عشان تحافظ على حياتك طبعا، وهيكون في جماعات خاصين للحفاظ على سلامة وأمن السكان من أي عصابات أو جماعات بتلجأ للعنف. وافتكر دايما إننا مخلوقات اجتماعية دايما بتلجأ إنها تفضل مع بعض لمواجهة مستقبل مجهول. من الحاجات الإيجابية إن الأبحاث العلمية والمعلومات المخزنة طول السنين اللي فاتت هتكون في إيدينا طول ما في كهرباء وموارد طاقة موجودة. متهيالي من الحاجات اللي هنعملها هي إعادة التصنيع، وهيكون في ثورة كبيرة جدا في التصنيع بسبب الآلات الموجودة بالفعل. وأكيد هيكون عندنا مشكلة في الطاقة المتجددة في البداية، وهنلجأ كالعادة للوقود العضوي أو الحفري، ومع الوقت أكيد هنعرف نحل المشكلة دي. ده غير إن هيكون عندنا بعض العقول المميزة في التفكير. الموضوع ده حصل بالفعل مع البشر في الحياة الواقعية قبل كده. في القرن ال14 انتشر الطاعون وقتل تقريبا نص الأوروبيين، وتأثرت منطقة الشرق الأوسط لدرجة إن توفى عشر سكان العالم بسبب الطاعون، وده عدد كبير جدا. ومن الحاجات المثيرة للدهشة إن حدث رهيب زي كده ما أثرش على التطور التكنولوجي والتقدم في العلم تماما، وبعد قرنين من الزمن رجعوا البشر زي الأول وأحسن. في حالتين كمان شبه اللي بنتكلم عليهم النهاردة. أولا انهيار روما وانهيار العصر البرونزي، والفترتين دول كانت بتشهد ازدهار علمي واقتصادي رهيب جدا. البنية التحتية للعالم تقريبا هتكون سليمة وقابلة للاستخدام، وده هيخلينا في وضع أحسن بكتير من اللي كنا عليه عام 2005 قبل الميلاد. وده اللي هيمكن ال8 مليون إمكانية الوصول للمعرفة اللي كانت موجودة لآلاف السنين. وده اللي هيخلي بعض الناس تشتغل مهندسين أو حتى في المجال الزراعي لوجود حلول في التغذية. بس خلينا نفكر من ناحية تانية. لو صحيت من النوم ولقيت 99% من السكان مفقودين، فأكيد هتكون تجربة مرعبة وغريبة صعب تصدقها بالمرة. هتكون أولوياتك إنك تحاول تبقى عايش على قد ما تقدر، وهتكون مهاراتك محدودة على الموارد المتاحة ليك للأسف. وهقولك بالظبط انت هتعمل ايه بنسبة كبيرة. للأسف هتاخد وقت عشان تصدق اللي حصل، لأن اختفاء الأشخاص تجربة مربكة ومخيفة شوية، فما بالك باختفاء 99% من البشر. والمحتمل إن أصحابك وعائلتك بيبقوا من ضمن المفقودين زي اللي حصل في فيلم أفينجر. بعد ما تشوف المنظر ده هيكون أولوياتك تأمين أولوياتك للحياة زي الأكل والشرب واللبس والدواء ومكان آمن تسكن فيه، وهتتعود تروح المول أو أي محل تجاري عشان تجيب وتخزن الغذاء لفترة طويلة. وهتحاول بعد كده إنك تدور على ناس تانية عايشين زيك. وبسبب الاعتماد على نفسك بكل شيء زي الزراعة والدفاع عن النفس والبناء، هتضطر إنك تتعلم بنفسك لو مفيش إنترنت أو برامج تعليمية زي اليوتيوب، وده اللي هيخليك تعتمد على نفسك فيها. وعشان كده هتلجأ للمكتبات والمتاحف اللي متوفرة فيها المعرفة بشكل كبير ومفتوحة للعامة. وبمجرد ما تشكل المجتمع دوت هتلجأ انت وجماعتك لحمايته على قد ما تقدر.
وعلى الرغم من ان معظم التقنيات هتكون شغالة في البداية، ولكن هيتعين عليك انك تحمي مصادر الطاقة، وعشان تعمل كده لازم تكون حريص جدا. العالم هيكون في حالة اضطراب وعدم اتزان، وعشان كده لازم تخلي بالك من اي مخاطر محتملة، وبدون قانون او رجال شرطة هتكون هناك كوارث وحالات خطر كبيرة عدائية. خلينا نفترض افضل واسوأ السيناريوهات. الاختفاء ده هيسيب فوضى كبيرة جدا هتطول العالم كله، وده هيؤدي إلى حوادث وأضرار جماعية، ومع غياب الأجهزة الطبية والفريق الطبي ممكن جدا تنتشر الأمراض، وده هيؤدي إلى أزمات صحية، وممكن يؤثر على خط إنتاج الغذاء وتوزيعه، ونسبة حصول مجاعات قد تكون أكيدة في ظروف زي كده. حالات النهب والعنف هتكون منتشرة بسبب محاولة الناس للبقاء على قيد الحياة على قد ما يقدروا. أما السيناريو الأفضل إن الناس هتجتمع بعد الفوضى دي وهتدعم بعضها البعض عشان تشكل جماعات قادرة على الصمود. العالم هيكون انبعاثاته الكربونية أقل بكتير، وده هيؤدي على تأثير إيجابي على البيئة. ده غير إن الموارد زي الأكل والشرب هيكونوا موجودين ومتوفرين بشدة على المدى الطويل. بدون القيود اللي بتتفرض على السكان وقت الزحمة هيكون الإبداع والفن في ذروته، لأن كل شخص هيعبر عن اللي جواه بشكل أكتر حرية. ومع استمرار توفر التكنولوجيا هنقدر إننا نطور أسرع من البحث العلمي والمعرفة، ولكن في المجمل هيتغير العالم بشكل جذري. للأسف الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك عشان يظهر لباقي الناس، ولو مش مشترك على القناة اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.